فبقى الوضع الطبيعي في الجبلة وفي الشريعة اللي جات مروضة ومطوعة ومسلكة للجبلة أنه الخير قدامنا. بعدين طلب مننا أن نبادر بعمل الخير، وعمل الخير ما يرضي الله، ما يوافق شريعته. الخير فيها الحلال والشر فيها الحرام. وطلب مننا أن ننزع من الحرام وننفض ايدنا منه وندخل في الحلال والخير طوالي. حتى اشترط في التوبة اللي هي خروج من الحرام ودخول في الحلال، اشترط فيها الإقلاع الفوري، ما فيش تسويف. إذا كان الإنسان عايز يتوب توبة نصوحة يقلع من الفور عن الخطيئة. لكن إذا كان واحد قال والله أنا بعد ما أكمل كاسدة بتاني بقيف، يبقى ده ما أقلع وتوبته مهزومة. لازم في اللحظة اللي هو ممارس فيها الخطيئة يقلع عن الخطيئة، وده ركن من أهم أركان التوبة. ثم بطبيعة الحال الإصرار على عدم العودة والندم على ما فات. طوالي جمعت اللحظات الثلاثة، جمعت الحاضر والمستقبل والماضي. في الحاضر العمل بالواجب المباشر اللي هو الإقلاع ونفض اليد عن الخطأ. في الماضي الندم على ما فات، لأنه الندم ده بيحرق من الداخل ويدي وجود للحركة لقدام. والإصرار على عدم العودة في المستقبل. فالخير قدامنا بالمعنى ده. وبعدين نحن بطبيعة النشأة بننشأ من أطفال ونبقى أيفاء ونبقى الشبان ونبقى رجال كهول شيوخ، وباستمرار نحن بنطلب الحكمة ونطلب المعرفة ونطلب القوة. وحتى الطفل تلقاه بيعشق الوقت اللي يكون فيه رجل، وقد يقول أنا لما نكبر بعمل كده. كأن المسألة فعلا هي دايما قدامنا، والمطلوب مننا أنه نستعجل بعمل الخير، وده مطلوب شرعا. ونبعد من عمل الشر. حتى يمكنك أن تقول أنك يعني مش تبطئ في عمل الشر بس، بل لا تعمل الشر إطلاقا. في حاجة ما هي الشر بالمعنى اللي هو حرام وضرر، اللي هي التوسع في الدنيا مثلا. التوسع في الدنيا في ناس بيسعوا فيه ويقضوا فيه وقت طويل، وفي ناس مطلوب منهم حسب علمهم وحسب درجتهم من السلوك مطلوب منهم ألا يعملوا ولا يتفرغوا له. حتى زمان كانوا الصوفية الواحد منهم لما يكسب رزق يوم ويقفل دكانه يمشي السوق، أول ما يجيب قوت اليوم يوقف التجارة ويرجع، لأنه هو بيقوم بالسبب بس. هذا مطلوب حسب السلوك من الناس المجودين. بعدين أن تشتغل أنت لدنياك وتتوخى فيها أن يكون كسبك حلال، وأنه كسبك ده تشارك فيه غيرك، ونيتك حسنة في أن تزيل ضرر المضرور، وأن تكسب لأولادك ولوالديك الكبار. ده كله خير يتفاوت الأمر فيه. لكن المطلوب والموكد دائما عمل الآخرة، لأنه الجنة قدامنا ومسابقين نحن الموت عليها. فتجي العجلة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تبقى العجلة مطلوبة هنا. وفي الحقيقة العجلة نتيجة للفكر، أو قول نتيجة للخيال. في كل وقت نحن حققنا مستوى من المستويات، خيالنا قدامنا يورينا أنه في صور أكمل. حتى أنه الإنسان قد يطلب أمل من الآمال، يتحقق الأمل ده، أول ما يتحقق يزهد فيه. قبل كان حلم من أحلامه وتمني من تمنياته ويسعى وراه، لكن أول ما يتحقق يشوفه زهيد.
ويطير في الأفق أمل جديد. فالأمل ده إذا كان في عمل الآخرة ده دائما مطلوب، حتى أنه من حسن التوفيق الإلهي أنه نية الخير إذا كان الإنسان ما عمل تكتب له، كأنه مطلوب بالصورة دي. لكن لما يكون الأمل واسع في الدنيا دي ترى الآفة، لأنه الإنسان ياخذ الموت وهو غافل، زي ما قلنا قبلك المسألة سبق بيننا وبين الموت. الواحد مؤمل في حاجات الدنيا العريضة وطويلة والما بتنفعه بشيء في آخرته، إلى أن يخترم الموت، حقق أو ما حقق بقى في حسرة، ولو حقق كلها يسيبه ويمشي. حتى القول البليغة بتاع الترابعة العدوية اللي قالت الدنيا كلها لو حيزت لرجل ما كان بها غنيا، كل الدنيا أمواله وثرواته لو حيزت لرجل قالت ما كان بها غنيا. قالوا ليه؟ قالت لأنها إما بتفنى تخليه أو بموت يخليها، فكأنه ده ما الغنى. فده ما مطلوب فيه العجلة، بل الحقيقة مكروهة في مستويات معينة، اللهم إلا في مستويات حاجتك اللي بتصون بها نفسك وتعف بها نفسك وتصون بها أولادك ووالديك ومن تعول ومن يهمك أمرهم، دي ألحقت بالدين. الكفاف من الدنيا ألحق بالدين،